السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم ميسة للناس اللي بيشوفوني لأول مرة. ان شاء الله النهاردة في الحلقة هنخرج هنتفسح كده فسحة سريعة في اسكندرية. ما خرجناش طبعا. من اول الاجازة نوات وشتا فما خرجناش، فقلنا الجو النهاردة حلو كده والسما صافية زي ما انتم شايفين. كانت الدنيا بتشمس كده وتغيم، فقلنا هنخرج. اتمشينا في محطة الرمل من أول المنشية كده لحد محطة الرمل، بعدين ركبنا من محطة الرمل ونزلنا الشاطبي عند نادي الاتحاد كده علشان هنروح نجيب بقى كريب كده. كان في وحمة على الكريب، كلنا بنتوحم مع الكريب من عند حد كنت شفت صفحته على الفيس وكده، فقلنا نجربه. أول مرة هنجربه، هو ورا نادي الاتحاد على طول. طبعا عندنا الترام وعندنا نادي الاتحاد، الشارع اللي ورا الاتحاد على طول كسرنا منه كده شمال زي ما انتم شايفين. لقينا بقى العربية بتاعة الكريب، هي مش محل، هي عربية وليهم صفحة على الفيس اسمها ذا كريبري. انا بشوفها عليها الكريب، فانا قلت ايه نجرب الكريب من عندهم لأول مرة يعني. عملنا الاوردر بتاعنا وقال لنا ربع ساعة، فمش هنقف طبعا ساكتين ربع ساعة. لقينا كنزاية قلنا نلعب بيها اهو ايه نسلي برضو الربع ساعة اللي احنا واقفينها دي، ما هي خروجه وما فيش كورة. فولادي طبعا بديل الكورة بيلاقوا ازازة، بيلاقوا كنزاية، بيلاقوا اي حاجة بيتعاملوا زي ما انتم شايفين كده. المهم الربع ساعة كلها قضيناها لعب كده بالكنزاية، وكمان عملنا مسابقات جري مين اللي هيجري أسرع. هو الشارع واسع عند كلية علوم، فكان المكان مساعد يعني مفيش حد بقى ماشي في الشارع. الحتة دي ايه طبعا في الأجازات فاضية. مش عايزة اقول لكم الكنزاية اشتكت معانا صراحة، بس هي يعني قامت بالواجب وزيادة. احنا دوسنا عليها وطلعنا بوزها خالص. وده بقى اختراع الست ماسة، طول ما هي ماشية معانا في السكة ماشية بظهرها. يا ستي مش عادل لا ماشية بظهرها. قلت لها عادي يعني ايه المشكلة، انت مش بتعملي يعني اختراع يعني عادي، ما انا ممكن امشي بظهري اهو. اهم حاجة لما يكون معاكم ولاد في الخروجة انزلوا بدماغكم لدماغ الولاد، شاركوهم اي حاجة بيعملوها، اي حاجة هبلة تتوقعوها شاركوهم اي حاجة بيعملوها، هيتبسطوا جدا وهيفرق معاهم يعني. المهم خدنا الكريب بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. انا بقيت عماله اقول لهم ايه الكياس دي، عامله زي كياس المشمع اللي بحطها على الغسيل. بالنسبه للكريب بياخد 8/10 بالنسبه لي مقارنه بالكريب اللي انا بعمله. وانت ليه عندك مخلل؟ انا ما عندكش انت مخلل؟ لا اكيد فيه، بس تلاقيه تحت. خدها طيب. حرامي. حد عايز غزل البنات؟ المهم اشترينا غزل البنات، وقفنا على البحر شويه، تصورنا شويه صور حلوين كده لزوم صورة البروفايل والستوريهات. بعد كده ركبنا ورحنا بحري، دخلنا القلعة بقى. اللي عايز يدخل حمام دخل حمام. طبعا احنا جايين القلعة عشان الحمام. كلام في سركم يعني، بس ما تقولوش لحد. اتمشينا في القلعة، ما عجبتنيش صراحة. مش عارفة، مش حاساها منظمة كده، فيها رجالة، في إصلاحات. يعني المفروض الإصلاحات دي تخلص بسرعة، هما ميتين فيها كده معرفش ليه. المهم برضو تصورنا شوية صور هنا عند القلعة حلوين قوي برضو ما شاء الله، كانوا حلوين كلهم أحلى من بعض. وجات لي هدية، الهدية الحلوة دي حرف الاتش، والله شكرا على الهدية الجميلة دي، عجبتني جدا، اتبسطت بيها جدا. مشينا بقى من القلعة علشان نروح بقى ايه الموسم العباس عند الملاهي والمراجيح والحاجات دي. بصوا المنظر بقى والسما والجمال والقمر اللي منور في السما، ده نهار ابيض عالجمال. بصوا المنظر ده صراحة كفيل ان هو يعني يدي طاقة ايجابية لسنة قدام. بصراحة انا كنت مبسوطة بيه بالمنظر، واقفة يعني مش عايزة امشي. بحري كلها تحفة، كلها قمر كده، حاجة كده يعني. انا بروح بحري ببقى مبسوطة صراحة. بعد كده بقى دخلنا المرسى بالعباس المراجيح. اول ما ركبت المراجيح وانا ضغط من ساعتها وانا دايخة لحد دلوقتي، وعندي عدم اتزان كده معرفش من ايه.
اول ما نزلت من المراجيح لقيت نفسي برجع خطوتين ورا كده، معرفش ليه، عدم اتزان على طول. فانا ما كانش ليا المراجيح والحاجات دي، يعني الواحد كبر خلاص على المواضيع دي. دي المرجحة الجماعية اللي احنا اتجمعنا فيها، والولاد بعد كده اختاروا كل واحد لعبتين يعني يلعبوهم حسب اختيارهم. بس انا صراحة انا ندمت ان انا اتمرجحت من الدوخة اللي انا دايخاها لحد دلوقتي وانا مش متزنة يعني. المهم ربنا سهل ونزلت، فضلت بتطوح لحد ما وصلنا عند الصعيدي بتاع الايس كريم عشان ناكل ايس كريم بقى ايه، ويبقى ده مسك الختام، هنختم بالايس كريم. مع ان معظمنا ما عندوش مكان يعني ياكل اي حاجة، احنا شاربين كنزات وجايبين عصير، وطبعا احنا واكلين الاكل فمعدتنا كلها مليانة. بس طبعا ما ينفعش نروح من غير ما نعدي على الايس كريم، بحر يعني ايس كريم معروفة يعني. المهم كلنا طلبنا بسكوتة زي بعض، ودلوقتي بيحضرهم لنا، وكل واحد بقى واقف ايه عمال يطلب ويتمنى، وشي مانجا، وشي فراولة، وشي مش عارف اوريو، وقعد يدوقهم الجوافة. ضحكنا لما قلنا يا بس. هنا بيزولوني طبعا في الفيديو. دي اول واحدة كانت اوريو شوكولاتة. المهم ايه، هو قال لهم في ليمون، فهم شبطوا كلهم في الليمون. رجع قال معلش يا جماعه ده مش ليمون ده جوافه. فكويس ان احنا ما اتهورناش وقلنا له حط ليمون، وطلعت جوافه. جاب معالق ودوقهم من جوافه. بصيت لقيتهم بصوا لبعض كلهم، وانا مش قادره مرميه من كتر الضحك. المهم بقى ايه، انا الحمد لله يعني طلبت اللي انا اعرفه، مانجا وفراوله وحليب حلو قوي كده. دي بقى اخر محطة في الخروجة بتاعتنا، محطة الايس كريم. هناخد طبعا الايس كريم، المفروض ان احنا ناخد الايس كريم بقى ونتمشى كده على البحر، بس احنا خلاص اتكسحنا من كتر المشي اللي مشيناه. انا مشيتهم صراحة مشي كتير، فمش همشيهم، هنركب بقى خلاص ونروح على كده. الساعة دلوقتي 7، حلوة قوي عشان طبعا جو الشتوي ده مش عايز خروج بالليل، يعني خروج بيبقى بالنهار احسن. فالحمد لله ان احنا نفدنا ولحقنا يوم كده الجو فيه حلو عن النوات بقى اللي جاية. ففي طبعا دلوقتي نوات كتير شغالة، دي بتاعتي خلاص خدناها، وانا كده في طريقي ان انا رايحة اركب بقى خلاص علشان نمشي. اليوم كان جميل قوي صراحة وحلو واستمتعنا كلنا يعني. والحمد لله ان احنا خطفنا يوم كده قبل ما الاجازة تخلص. لو كانت الاجازة خلصت وما لحقناش اليوم ده كنت هزعل قوي بصراحة، لان احنا بقالنا كتير ما خرجناش، بقالنا كتير قاعدين في البيت. اعملوا بقى لايك كتير للفيديوهات وشير كتير للفيديوهات، واللي عايز يشتري مني غزل البنات هيلاقيني واقفة كل يوم على البحر من الساعة 2 للساعة 5، يعدي يشتري مني وينفعني. اشوفكم على خير بقى حلقات جاية كتير، والسلام عليكم.